بما اننا في الشتاء فاحنا حاليا -2 درجة الحرارة، -2، الجو ساقع جدا، فعشان كده الواحد لابس يعني ومتكلفت من كل حتة. فانا النهارده في بارك هنا في وسط المدينة اللي انا فيها، ودي من اجمل الحاجات اللي بجد الواحد بيلاقيها هنا في المانيا، لان مهما كان بره يعني. ثواني هوريكم ورايا هنا، لو شايفين ورا ده السنتر، محطة ترام ومحلات وكافيهات وزحمة وناس كتير بتمشي في الشارع ودوشة شوية نوعا ما. يعني بالنسبة لنا احنا في مصر دي مش دوشة، ده هدوء، ده يعني كده، لكن بالنسبة لألمانيا لا، هنا في حركة يعني. ففي وسط الدوشة دي بيبقى في بارك زي اللي انا فيها دي، كبيرة، بتدخل تتمشى فيها وبتفصل فيها عن كل الكايوس او كل الفوضى العشوائية اللي بره دي. فدي من الحاجات الحلوة هنا، ان هم عندهم اماكن كتيرة جدا في نص المدينة، ايا كان هي فين او زحمة قد ايه، دايما بتلاقي مكان تتمشى فيه، دايما بتلاقي مكان تفصل وتريح وتقعد وتفكر، او تقعد تقرا مثلا معاك كتاب ممكن تجيبه وتقعد على بنش من البنشات اللي ورايا دي، انك تيجي تعمل جوجينج هنا، انك تيجي تلعب ميوزك هنا. طبعا الجو عشان وحش ف يعني في ناس حواليا ولكن مش كتير، ولكن في الصيف الاماكن دي بتبقى مليانه ناس بتيجي تقعد هنا، اللي بيعزف ميوزك، اللي بيقرا كتاب، اللي بيجي بس يقعد مجرد ان هو يقعد يستجم في الشمس. عائلات كتير بتيجي تتمشى في الوقت ده، اطفال كتير بتبقى بتلعب في الجاردن هنا. يعني حتى انتوا شايفين ورا هنا اهو في ناس بتيجي تتمشى، ولكن في الصيف الاجواء بتبقى مختلفه برضو شويه. ولكن دي من الحاجات اللي انا بحبها ايا كان سواء صيف او شتاء، اماكن زي كده انها تكون متوفره مفتوحه ببلاش، انك تدخل وتتمشى فيها وتفصل حتى لو 10 دقايق، فبتفرق كتير في انك تكمل يومك وتعدي اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده وهكذا. فيعني دي حاجه من الحاجات اللي انا بحبها جدا في المانيا. وقولي لي في الكومنتس لو بتتمشوا كتير في الجاردن في البارك هنا، ولا بتفضلوا تعملوا حاجه تانية. بس كده، تشاو.